وأخيرا رجعنا على المدارس. فكرة لانش بوكس سهلة وسريعة التحضير. بداية خبز توست أبيض راح تخلص فقط من الأطراف، وأرصهم بصينية مبطنة ورق زبدة. وأكيد ما إلي غنى أبدا عن منتجات هيلول أكثر من رائعة، بتسهل وبتسرع عندي عملية التحضير. واخترت الصوصات لليوم الرانش صوص بالإضافة للكاتشب، وما بتتخيلوا نكهة الرانش بهالوصفة قد إيه بتشهي، وأكيد راح يحبوها الصغار والكبار. بفرد عندي الصوصات على الخبز، بعد هيك راح أوزع الموتزاريلا كطبقة أولى. وبالنسبة للخضار، أي نوع خضار متوفر عندكم وأنتم بتفضلوه بإمكانكم تستخدموه بهالوصفة. راح أعزز الوصفة برضه وأضيف موتزاريلا على الوجه وأدخلها الفرن حتى تاخد معاي لون تحمير خفيف. وحاولوا إنكم ما تنشفوها كثير. بعد هيك راح أرصها عندي باللانش بوكس. وكفكرة برضه اختيارية راح أضيف جزء من الخضار منشان نضيف ألياف وفيتامينز للأطفال. برضه راح أضيف صنف فواكه. وهيك أسرع لانش بوكس صار معي جاهز.